السلام على أزكى الأزكياء. السلام عليك الله سيدي الله الله. السلام عليك الله أزكى الأزكياء الله الله. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك الله من رب السماء الله الله. السلام عليك الله أحمد يا حبيبي الله الله. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك الله سيد الأنبياء الله الله. السلام عليك الله أزكى الأزكياء الله الله. السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك الله طه يا طبيبي الله الله. السلام عليك الله يا مسكي وطيبي الله الله. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك يا مسكي وطيبي. السلام عليك الله السلام عليك سيد الأنبياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. زين الأنبياء محمد الأنبياء. السلام يا محمد سلام عليك. السلام يا محمد سلام عليك. سيد الأنبياء محمد الأنبياء. سيد الأنبياء محمد الأنبياء. السلام يا محمد سلام عليك. السلام يا محمد سلام عليك. أزكى الأزكياء محمد الأزكياء. أزكى الأزكياء محمد الأزكياء. السلام يا محمد سلام عليك. السلام يا محمد سلام عليك. سيد الأنبياء محمد الأنبياء. سيد الأنبياء محمد الأنبياء. السلام يا محمد سلام عليك. السلام يا محمد سلام عليك. أزكى الأزكياء محمد الأزكياء. أزكى الأزكياء محمد الأزكياء. السلام يا محمد سلام عليك. السلام يا محمد سلام عليك. سيد الأنبياء محمد الأنبياء.
السماء رب السماء محمد رب السماء سلام يا محمد سلام عليك سلام يا محمد سلام عليك سيد الأنبياء محمد الأنبياء سيد الأنبياء محمد الأنبياء سلام يا محمد سلام عليك سلام يا محمد سلام عليك أتقى الأتقياء محمد الأتقياء أتقى الأتقياء محمد الأتقياء ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بعضيه والأكواب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل ويمه الأغراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه ووباء وتوالت بشرى الهواتف أعطى ولد المصطفى وحق الهماء هذا وقد استعسل القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم راية مرابي ومرمى أطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم أطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم وبرد صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض ورافعا رأسه إلى السماء العليا موميا بذلك الرفع إلى سدده وعلاه ومشيرا إلى
إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وشجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البرية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلع من السرور منام وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختوما مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مقبولة بكون الهداية عينا وقيل قتله جده بعد 7 ليال سويا وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه أطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم أطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Di sana Rasulullah dilahirkan 22 jaro di akhir bumi. Kemudian ulai angkat langit yang tinggi 2 jaro menentukan Pak Bumi. Kemudian ulai terangkat mengisyaratkan kepada tingginya Rasulullah SAW, mengisyaratkan kepada tingginya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan tinggi kadarnya Rasulullah di atas sekalian makhluk. Nabi Muhammad SAW adalah al-habib yang tabiat dan akhlaknya sangat bagus. Kemudian oleh Aminah niyahai Abdul Muttalib, sedangkan Abdul Muttalib bahwasanya sedang berada di dalam Ka'bah. Maka dalam keadaan cepat dan segera Abdul Muttalib nuwuh dan kalian kepada putra yang dilahirkan oleh Aminah dan betul-betul bergembira Abdul Muttalib. Nejok Nabi Muhammad pertama di dalam Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan pemberiannya yang telah diberikan. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan bersih, lahir dalam keadaan makhtun, lahir hitam, lahir dalam keadaan maktu'as surah, pusat Nabi Bahirikoh biyadil kudratil ilahiyah, dengan tangan kudrah yang dibangsakan kepada Tuhan. Bersih hitamnya Nabi Muhammad, dan kalau pusatnya Nabi Muhammad adalah dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan baik, dalam keadaan berminyak, bercelak, ya, hanya hapu-hapu lagi yang terjadi bak manusia aja. Kemudian para jamaah sekalian boleh duduk bahwa Rasulullah SAW dan para nabi-nabi dilahirkan
Tapi makna dilahirkan bukan seperti dilahirkan umumnya manusia. Menurutnya manusia yaitu lahir kitanya lewat fardi sebagaimana yang maklum. Rasulullah dan para nabi-nabi lahirkan kenalan. Usit erat saboh tempat dia kein diuk pusat. Nah yang berpendapat bahwa diuk rusui hingga nama zahab apabila ulun bersikeras mengatakan Nabi Muhammad dilahirkan lewat Farad sebagaimana lahirnya manusia biasa. Nama zahab apabila ulunnya hakikat taubat diperintahkan untuk diambil hukumannya sampai kepada pembunuhan. Di dalam kitab Nihayatul Zen genakal oleh sebagian orang-orang yang lebih dari Qalyuri dan dari sapoh zaman pada wakitin An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal fardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan lewat farad. Bal min mahallin futiha fawqal farji wa tahta surati wal tama fi sa'ati. Akan tetapi lewat satu tempat yang dibukakan di atas farad dan di bawah pusat. Tempat lahir Nabi Muhammad adalah dia farad di pusat yang inan nebuka tempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah Nabi Muhammad lahir langsung